أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الله الآب الناطق بكلمته والحي بروحه القدوس الإله الواحد. آمين. نكمل معكم يا أخوتي الحلقة الثالثة من مناظرة الراهب إبراهيم الطبري الذي كان من أهل العراق من أتباع كنيسة المشرق الرسولية الجاثوريقة المقدسة، والأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس. وقد جرت هذه المناظرة في سنة 820 ميلاديا. في اليوم الثالث من المناظرة اشترك مناظر جديد ضد الراهب الذي هو ابن عطفان العبسي. ثم قال الراهب: فإذا أردت أوضح لك ما نحن عليه فأدعو رجلا يناظرني وأناظره بين يديك. فدعا الأمير المنظور بن عطفان العبسي فأخبره بما كان من الراهب، وأوفى إلى الراهب وقال: أنت أيها النصراني الذي تقول على الله الكذب، اجمع الآن عقلك وانظر كيف تكون، واعلم أنك قد لقيت نارا لا يطاق ضرمها. قال الراهب في استهزاء: أراك عكاز أخا عبله الذي ترك أخته في الغربة ونجا بنفسه من الورطة، ولا أرى فيك من طرائف عنتر شيئا، وأظنك ممن إذا حلت بك الصيحة قال أبادر بالصياح فيفرون. ثق بالله واطمئن فإنك في أمان وخير، فاعلم أنك إن سميت نفسك نارا لا يطاق ضرمها فإني بحرا لا يطاق زفيره، فمتى لقى بحري حر نارك أخمدها وأهلكها. قال المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، هات قولك في الله. قال الراهب: كل بناء لا يكون له أساس لا يتم. قال المسلم: وما هو أساس بناؤك في النصرانية؟ قال الراهب: كتب الأنبياء والرسل. قال اليهودي: نحن لا نقبل من الكتب الحديثة شيئا. قال المسلم: ما نقبل شيئا من العتيق ولا الحديث لأننا لا نعرفها. قال الراهب لهم: إن شئتم كفيتم أنفسكم لأنكم لي خصمان بالحق. قال المسلم: وكيف ذلك؟ قال الراهب: أما تشهد يا منظور أن المسيح كلمة الله وروحه، وأنه ولد من العذراء البثول مريم ومن بنات إسرائيل من غير جماع ولا زرع بشر، وأنه أظهر الآيات والعجائب وبعث إلى السماء حيا، ويأتي ثانيا فيدين الدجال وكل من معه، ولا مسيح حق غيره. قال المسلم: صدقت يا راهب، هو كما قلت في المسيح. ثم قال الراهب لليهودي: بحق أهي أشير أهي هي معناها الكائن الذي كان، أهي أشير أهي. وبحق العشر الكلمات التي نزلت على يد موسى وهارون وجميع الأنبياء أي الوصايا العشرة.
هل تعلم أن الله أوعد إسماعيل النبوة أو قال أنه يخرج من نسله نبيا أو رسولا؟ أو هل لمحمد ذكر في شيء من الكتب؟ قال اليهودي: لا والله ما له ذكر في شيء من الكتب ولا لأحد من نسله، ولا وهب الله لغيره الملك والسلطان. قال الأمير: كذبت يا عاص. ثم قال له: خذوا فيما كنا فيه. قال المسلم: أين قبلت يا راهب إن الله 3 أقانيم؟ قال الراهب: قبلناها من التلاميذ ومن المسيح أيضا. قال المسلم: وماذا قال التلاميذ والمسيح؟ قال الراهب: نحن معشر الشعوب والأمم كنا نعبد الأصنام وغيرها، حتى أتانا يوحنا ابن زكريا خاتم الأنبياء بمعمودية الماء. وبعد ذلك قال المسيح للتلاميذ: اذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس. ففزعنا من هذه الأسماء فقالوا لنا: لا تفزعوا فإنها أقانيم الله الإله الواحد، إنها أقانيم الله الواحد، ولكن الكلمة من الله لم تزال نورا من نور، إلى حق من إلى حق، من جوهر أبيه، ابن مولود من آب غير مولود، ابن مولود من آب غير مولود، كامل غير محدث، كامل من الكمال غير ناقص، إله طاهر من إله طاهر. والروح الفارقليطة أي الروح القدس، روح مرفرف رؤوف متعاطف، روح حليم من الآب، من آب حليم، روح محمود من آب معبود، أي إنه روح الله. فإذا قلنا الآب فهو الله القوي القادر الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء ولا تغيير ولا فناء. وإذا قلنا الابن فهو الله الكلمة الأزلية الذي لا يزال ولا يزول. وإن قلنا الروح القدس فهو الله الخالق الرحمن الرحيم. فقال الراهب: لا تظنوا أن هذه الأسماء لم تظهر إلا على أيدينا، لكن الله أظهرها على يد الأنبياء من قبلنا. اسم الآب في الموضع، واسم الابن في موضع، واسم الروح القدس في موضع. وهذا كتابنا جئناكم به فاقبلوه، فإن أرسلنا إلى الشعوب والأمم رحمة من الله إلى العالم. فاجمعوا التوراة وكتب الأنبياء، فسترون تحقيق ما نقول لكم بشهادة من التوراة وكتب الأنبياء، فاقبلوه وإلا فلا تقبلوه. وجئنا بالإنجيل فإذا فيه مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، أي الكلمة الله هي الله. وفتحنا التوراة فإذ في أولها مكتوب: كان روح الله يرفرف على وجه المياه. وفتحنا المزمور أو الزبور فإذا فيه: بكلمة الله خلقت السماوات، وبروحه أحيا جميع الملائكة، وبقوة الله وعلم قدرته وبكلمته وروحه اجتمعت المياه البحر، وجمدت الجبال والآكام، ويبست الأرض، وأطلقت الأشجار ثمارا، وانعقد ما في البحر، وكل طير طار في السماء، وأنجلت الظلمة، وظهر نور المصابيح. وقال داود النبي: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه وقائلين: لنقطع قيودهم ولنطرح عنا رباطهم. الساكن في السماء يضحك والرب يستهزئ بهم. إنما قصد بهذه الأقانيم الأزلية. قال أيضا: أرسل كلمتهم فشفاهم. وقال أيضا: أسبح لكلمة الله. وقال أيضا: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وقال أيضا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. هذا كله مكتوب في كتاب المزامير يا أخوتي، هذه الشهادات. وقال الله لموسى: انطلق إلى فرعون وقل له: خل ابن البكر، أي أخلي ابن البكر إسرائيل ويعبدني في هذا الجبل. وقال موسى: يا رب، إن سألني فرعون ما اسم إلهك ماذا أقول له؟ فقال الله له: قل لفرعون: أهي أشير أهي هو الذي بعثني.
أي الكائن الذي كان، وهذا اسم يدل على أزلية الله الذي كان، وهو مركب من 3 كلمات التي هي أسماء الأقانيم 3 التي هي كائنة وباقية إلى الأبد. آمين. وقال موسى أيضا: ربنا وإلهنا إله واحد، عن التوحيد. وقال داود: يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض. وقال الله: لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. وزرع الله في قلوب الملائكة أنه إله واحد. وقالت الملائكة: اليوم يرينا الله صورته ومثاله. افهم أيها السامع إلى قول الله إذ يقول عن 3 أقانيم إلها واحدا، إذ قال: نخلق إنسانا. وقالت الملائكة: اليوم يرينا الله صورته. فلما خلق الله آدم أسكنه في الجنة، قال: هو ذا آدم قد صار مثل واحد منا، ليس أن آدم صار كذلك بذاته، لكن لسابق علم الله أنه شاء أن يكون من نسل آدم الثاني، أي يسوع المسيح المتجسد الثاني، الذي هو أحد أقانيم الله الذي تجسد، إنه الله الظاهر في الجسد. تجسد كلمة الله وصار إنسانا، وتألم وصلب ومات وقبر، طلع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وقال الله: هلما ننزل ونبلبل لسانهم. فافهم أيها السامع إلى قول الله هلما ننزل، سبحانه وتعالى الذي لا يصب بالنزول ولا بالصعود، ولكنه قال هذا ليعرف عباده أن كلمته وروحه وجوهره واحد وإله واحد. فحين قال هلما ننزل فإنه يتكلم، فكلمة هلما ننزل فإنه يتكلم عن الأقانيم 3. فحين ما قد قال الله فإنه يعرف بنفسه أنه واحد. هلما ننزل يتكلم عن الأقانيم 3: الكلمة، الآب، والكلمة، والروح القدس. وقال سليمان الحكيم: من صعد إلى السماوات ونزل، ومن جمع الرياح في حفنتها، من صر المياه في ثوب، ومن ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. يقرأ هذا في سفر الأمثال. فختم وقال: ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفتم. هذا كل موجود في التوراة والعهد القديم والأنبياء. وقال أيوب الصديق: روح الله خلقني وهو علمني الحكمة والفهم، وبحكمته ملك كل شيء، وبروحه يدين الخلائق. وقال إيرميا النبي: روح الله هو الناطق بلساني. وقال إيشعياء: يبس العشب وذبل الزهر، أما كلمة الله فتثبت إلى الأبد. وقال أيوب أيضا: يمشي على عالي البحر، فهل مشى على البحر إلا المسيح الذي تريد أنت أن تطفئ نوره، والله مظهره ومعظمه، له المجد إلى الأبد. آمين. قال الأمير لمن حضر: حق ما قاله الراهب بكل هذه الأمور؟ قالوا: نعم أيها الأمير، وأكثر من هذا في الكتب. قال الراهب لليهودي: ماذا تقول أنت حقا؟ ماذا قال الله وما بلغت أنبياءه ورسله؟ أجاب اليهودي: لا يقاومك في أن الله وكلمته وروحه واحد إلا من لا ينظر الكتب، والذي لم يدرس الكتب ولم يعلمها. سأل الراهب: ما تقول أيها المسلم؟ أؤمن بالله ورسله، ولكننا نعلم أنه ليس والد إلا وهو أقدم من ولده. حينما نقول الآب في الأقانيم 3 والابن، فإن المسلمين يتهمون النصارى بزعمهم أن الآب هو أقدم من الابن، كما كانت بدعة إيريوس في العصر الثالث. فإذا كان الآب أقدم من الابن، إذن الابن غير مساوي للآب. وهذه البدعة قد قاومها آباء الكنيسة الجامعة في القرن الثالث. قال له الراهب: صدق أيها المسلم، كل والد أقدم من والده. ما خلا الله وكلمته وروح بالحكمة الإنسانية والطبيعة الإنسانية. إذا كان ولد ابنه فهو أقدم من ابنه، ولكن في طبيعة الله فهذا يختلف. الكلمة مولودة منه بلا حدث، ظاهرة منه بلا انفصال،
فقد نعلم أن الشمس والقمر والنار مخلوقة، نرى ضوء جميعهم مولودا منهم بلا حدث، أي بلا وقت، وحرارتها ظاهرة منها بلا انفصال. كذلك الله وروحه وكلمته بلا تفريق ولا انفصال، لا أحدهم أقدم، لا الآب أقدم من كلمته ولا روحه أقدم من الآب، ولا كلمته وروحه بأحدث منه، ولا نعرف الله إلا بالكلمة والروح. ولو كان بين الله وبين كلمته وروحه انفصال لكان له ابتداء وانتهاء، أي ما كان الله إله أزلي إلا كان مخلوق، وحاشا أن يكون هذا. الله له حكمة والقوة وله روح، لأن المسيح هو حكمة الله وقوة الله، والآب والروح القدس، والروح القدس هو روح الله. فالآب والابن والروح القدس هم واحد بغير بداية أو نهاية أو ابتداء أو حدث أو انفصال. وقال الراهب إن كلمة الله عجيب، لأن الذي لا حد له ولد الابن الذي لا ابتداء له، أي ولادة الابن لا ابتداء لها، وأظهر الروح بلا انفصال ولا حد، أزلي من أزلي، خالق من غير مخلوق، متجسم من غير جسم، إذ لا يفترق بعضهم من بعض، لأنهم أقانيم غير محدودة ولا مدركة ولا موصوفة. وإلى الرب المجد الذي يفتح قلوب الجميع ليعرفوا الحق. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي. الرب يبارككم ويكون معكم، آمين.